دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا را شقرآن وایا را شقرآن وایا بختور رمضان سترد بدا علی شان مسلمان تل کی پاکیگی دوڑی غٹی گنانا دوڑی غٹی گنانا سرنگینا خیستا میاشتی ڈکی لبرکات رحمتنا پتا پوری ریڈکل عزتا ریڈکل عزتا تاکی چوگ نوی پریشانا عبادت شیخ ارزانا دغمیاش دجدنی کلیو کپری پوشی مسلمانا کپری پوشی مسلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين والآخرين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الكرام عبر قناة سبعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الحاج مرويس باسون حفظه الله ورعاه يعقد برنامج الرمضاني الثالث تحت شعار مسابقة حفظ القرآن. كما أشكر رعاة هذا البرنامج من الفئة الذهبية وهم مجموعة سبعون، فشكر الله سعيهم وأدام الله عمرهم ما دامت السماوات والأرض. أيها الإخوة والأخوات، يقول الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، من طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. د سبعون رادیو تلویزیون قدرمندو عزتمندو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ټول براترک روغ او د صحت او عافیت جامې پر تن ولري. دا د زه ستاسو ورور ستاسو خادم ضیا بسام د خپلو درنو همکارانو سره د حفظ او قرائت سیالۍ د دوهمې برخې دپاره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې تېره ورځ به مو په خوشحالۍ او سوکالۍ تېره کړې وي، نن ورځ به مو هم په خوشحالۍ او سوکالۍ تر دې مهاله را رسولې وي. پاتې ورځ درته هم د خوشحالیو او سوکالیو او نیکمرغیو ډکه غواړم. قدرمندو عزتمندو ګلالیو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې فرمایي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جناب نبی کریم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې فرمایي: تاسو د الله جل جلاله د ستر کتاب ولولئ، ځکه دا کتاب د قیامت په ورځ د الله جل جلاله دربار ته ستا د سفارش دپاره راځي. الله جل جلاله دې وکړي کوم قرآن چې موږ لولو او اورو زموږ د سفارش سبب وګرځي. اوس هم د پروګرام پیله د دې مبارکې سیالۍ پیله د الله جل جلاله په مبارک کلام باندې کوو. بلنه ورکوم قدرمند عزتمند مخور زړور د اسمان پر لمن ځلانده ستوری د نغماتو بادشاه د فلکي نړۍ یو ځلانده کهکشا القارئ المقرئ محمد امین آغا چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ د حقیره فقیره سیالۍ په خپل حساس او جذاب اواز روښانه او ځلانده وګرځوي. القارئ المقرئ محمد امین آغا فليتصرف الى المنصة مشكورا وممنونا. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا را شقرآن وایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
يوحى إلي أنما إلهكم إله يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا شقرآن وایا. شكر الله سعيك وأدام الله عمرك وعوضك الله بدل هذه التلاوة المباركة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اوس هم د سلی پروان بهیر کې تاند او ځلان دستوري تکړه ځوان حافظ ته بلنه ورکوم چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ د روانه سلی په خپل حساس او جذاب اواز روښانه وګرځوي. حافظ شاولي د حاجي میراجان زوی د مدرسې حنفیه زده کوونکی بلنه ورکوم چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. حافظ شاولي د حاجي میراجان زوی د مدرسې حنفیه زده کوونکی. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا شقرآن وایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ورسوله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من نار السموم من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. دست ایمان موایا شقرآن موایا شقرآن موایا شقرآن موایا. شكر الله سعيك وأدام الله عمرك. هذا كان الحافظ شاولي الذي شنف آذاننا بتلاوة القرآن الكريم فشكر الله سعيه وأدام الله عمره. اوس هم د سیالۍ په روان بهیر کې بلنه ورکوم تاند او ځلانده تکړه ځوان حافظ نور احمد د حاجي عبدالباري زوی د مدرسې حنفیه زده کوونکی بلنه ورکوم چې ستاسو ته تشریف راوړي او زموږ د درنو همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. حافظ نور احمد د عبدالباري زوی د مدرسې حنفیه تکړه زده کوونکی فليتشرف الى المنصه مشكورا وممنونا. دست ایمان موایا شقرآن موایا شقرآن موایا شقرآن موایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. شروع. أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ومأواهم النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله العظيم. صدق الله العظيم. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا شقرآن وایا. شكر الله سعيك وأدام الله عمرك وحياك الله وبياك وسدد الله على طريق الهدى خطاك. هذا كان الحافظ المبارك نور أحمد الذي شنف أذاننا بتلاوة القرآن الكريم فشكر الله سعيه وجزاه الله خيرا. اوس هم د سیالۍ په روان بهیر کې زه بلنه ورکوم تاند او ځلانده ستوری الحافظ عزیز الله د حاجي محمد ولي زوی د معراج العلوم د مدرسې تکړه زده کوونکی چې سټاسو تشریف راوړي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. الحافظ عزیز الله د حاجي محمد ولي زوی د معراج العلوم د مدرسې تکړه زده کوونکی فليتشرف الى المنصه مشكورا وممنونا. دست ایمان وایا شقرآن
قرآن موایا راشا قرآن موایا الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ذلك بأن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدق الله العظيم. دست ایمان موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن موایا. أحسنت وأجملت، وفقك الله لما يحب ويرضى. هذا كان الحافظ عزيز الله الذي شنف آذاننا بتلاوة القرآن الكريم فشكر الله سعيه. اوس هم د سالي پروان بهیر کی ز تکړه ځوان حافظ
نظر محمد د محمد عیسی جان زوی ته بلنه ورکوم چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ د درنو همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. الحافظ نظر محمد د حاجي محمد عیسی جان زوی فليتصرف الى المنصه مشكورا وممنونا. دست ایمان موایا قرآن موایا قرآن موایا راشا قرآن موایا. من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن سيرت به الجبال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. دست ایمان موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن موایا. څومره ښایسته او ولا استعداد، نړۍ مننه، خوشحاله او آباده اوسئ. هذا كان الحافظ نذر محمد الذي شنف آذاننا بتلاوة القرآن الكريم فشكر الله سعيه وأدام الله عمره. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د سباون ګروپ تاسو ته وړاندې کړله. تر بیا چې زه ستاسو ورور ستاسو خادم ضیا بسام د خپلو درنو همکارانو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لوی بخونکي سختن تعالی سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. دست ایمان موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن موایا راشا قرآن